النساء فهو منهج وخاصة بين المناطق المتصالحة في جميع أنحاء فترات الحروب والصراعات بين الدول أو بين أفراد المجتمع الواحد. وكلمة جينوسايد جينو باليونانية تعني سلالة أو رق أو قبيلة. نقول أولا إنه وضع النساء في العالم سيتفاقم نتيجة الأزمة اللي عم تعيشها الإسرائيلية واللي عم تأثر على العالم. The new developments ensure women's participation in governance, challenging traditional patriarchal structures. Despite the patriarchal traditions prevailing in society, women have solidified their position as warriors by taking up arms against the savage. مدى أهمية هذه الثورة ومدى تأثرهن بها وكيفية تكييفها لنقل مع واقعهن ومع خصوصياتهن في بلدهن. لكن أعتقد أن هناك أمامنا ما تزال تحديات كبيرة لكي تنتشر هذه الثورة وتأخذ مداها الذي تستحقه وتأخذ صداها الذي تستحقه لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي العالم. المادة الثانية من اتفاقية 1948 يمنع فيها الإبادة الجماعية ويعتبر جريمة يعاقب عليها سواء كانت هذه الجريمة بالتخطيط أو التحريض أو الدفع بآخرين لارتكابها. نتمنى كل نجاح في مسيرة الأم ومسيرة النساء في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة الدموية الفعلية طبعا. في البداية أشكر رفيقتي على هذه المبادرة القيمة التي فسرت فيها مفهوم تقدير النساء بأنهن نساء. قضية صرنا في تونس نشعر بالاستياء تجاهها نتيجة ازدياد عدد الضحايا كل يوم. تحياتي للمرأة الحرية في كل مكان وللمرأة العربية في كل مكان وللمرأة بشكل عام. مستشارة فاتن علي استحمد من فلسطين ولكني لاجئة وأكتب في لبنان في مخيمات لبنان مخيم برج الطرابزوني. تعرضت للأسف للكثير من الحروب. ترتكب عادة جرائم قتل النساء المتعلقة بالشرف من قبل أفراد الأسرة عندما يرون أن سلوك النساء تجلب لهم العار ويحتاجوا إلى عقوبة. ينجم هذا النوع من القتل عن علاقات الرجال الاستبدادية مع النساء كحامي الشرف وكفاعل ومتحكم وحيد بحيوات النساء وخاصة نساء عائلته بوجود أدوات تمييز ضد النساء من نصوص دينية وقوانين تمييزية وتقاليد وسلطة مجتمعية. هذه المرأة حياة حرية ونعلن تضامننا وتعاضدنا مع القابعات في السجون الأنظمة السلطوية والقوموية والإسلاموية. أود أن أشير إلى العنف السياسي. العنف السياسي يشير إلى الأفعال التي تهدف إلى منع النساء من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية أو تقليل تأثيرهن فيها. هذا النوع من العنف يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة، منها العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، القانوني. القانوني هنا يمكن له من خلال استخدام القوانين أو اللوائح بشكل تمييزي لمنع المرأة من الترشيح أو المشاركة في الانتخابات. هذه الأشكال من العنف تؤدي إلى تقليل نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية وتحديد من قدرتهن على التأثير في صنع القرار. هنا من المهم العمل على تعزيز الوعي بهذه القضايا وتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات. والشكر. بكل مكان المرأة تناضل وتكافح لخلق ثورة مجتمعية، ثورة نسوية أمام الإبادة. يجب أن نذكرها ونتضامن معها ونكون قلبا واحدا سوية، لأنه ما زال هذا الموضوع الخطير اللي هو إبادة المرأة فيمينيسايد يعني ما زال هو
غير معترف به دوليا من قبل العديد من الدول، وخاصة الدول القومية، وخاصة الدول اللي هي جزء من النظام العالمي الرأسمالي. يعني هذا مصطلح متداول بين الحقوقيين والناشطين، ممكن يكون في أحد المؤسسات والمنظمات الأممية معترف به، ولكن ليس معترف به دوليا. لذلك ما زال أمامنا الكثير من العمل والنضال المشترك النسوي في الشرق الأوسط والعالم، خاصة بأجزاء كردستان. همو يعني همو رخصتني جواكي وسياسي ام تكوشينا هفبش بتكوشينا كي هفبش ام شورشها جنيد باريس. بالطبع عندما نقيم الثورة التي اندلعت في شمال وشرق سوريا نجد أنها تحمل في جوهرها التغيير والتحول الديمقراطي، كون الاستراتيجية التي تبنتها كانت إيديولوجية، وأحد أهم المواضيع التي تبنتها كان التغيير الذهني. كان من مكتسبات الثورة هو أو تشكيل مجلس المرأة السورية للأزمة التي مرت بها المنطقة. كان لابد من تشكيل مجلس المرأة السورية لتعميم ونقل هذه التجربة الديمقراطية لجميع مناطق ومحافظات الجغرافية السورية. أفضل دجي جرك حماية المكتسبات وتطويرها. هرتم بنقاش مدى أبهاي بس جرامي شاو بيش بيخن بتشرنجي من بيش بيخن ببي محوري بجريدايش وهبال روكسان قلب نقطة دانا ديار كرن وبيشنجي منا يعني هبال يبجك وإيرو بناب مدى حاضر وقت هني سكناوا رنج شورشا ما خوشي كرنا بهيز كرنا بقوات كرنا بباوري رو دبيجن شورشا جنش بر مكتملة بحمو اندام يظهر آدية دبلوماسي با آدية سياسي با آدية لشكري با آدية آبوري بحمو أواهي با شورشا جنه بيرنجي تناس كرن